لو البطل والشرير مش باينين من بعض فخلي الشرير اكثر شرا. فاكرين الفيديو اللي فات لما قلت لكم ازاي تميزوا ما بين البطل والشرير؟ الفيديو ده هنعمل توتوريال خطوة بخطوة امتى ما بيكونش اصلا البطل والشرير القارئ عارف يميز ما بينهم، وازاي اخليه يقدر يميز ما بينهم. خلينا ندي مثال. دلوقتي لو انا بتكلم عن مملكتين، اتفقنا؟ مملكة الشمال ومملكة الجنوب، الاتنين داخلين حرب. اللحظة دي انا مستحيل اقول مين البطل من الشرير. هتقولي ازاي دول الاتنين داخلين في حرب، اكيد في بطل وشرير. هقولك مستحيل. عارف ليه؟ لان بشكل موضوعي امير الشمال ومملكة الشمال بالنسبة لمملكة الجنوب هي شرير، صح؟ وبالنسبة لمملكة الجنوب مملكة الشمال هي شريرة. منطقي، ما ده بيضرب في ده وده بيقتل في ده. ولكن بشكل موضوعي لو رجعنا لورا شوية وبدأنا نبص على الصورة الكبيرة هتقول ما فيش بطل من شرير، ما أصل ده بيحمي بلده وده بيحمي بلده، منين بطل ومنين شرير؟ ففي اللحظة دي انت كده ما عندكش لا أبطال ولا أشرار أصلا، هو كل واحد بيدافع عن نفسه خلاص. طيب لو أنا جيت قلت لك لا، هي الرواية مش مملكة شمال ضد مملكة جنوب، لا لا، ده في مجموعة من المرتزقة من مملكة الشمال ذبحوا أو دكوا حرفيا قرية بريئة من مملكة الجنوب، سووها بالأرض. هم ذبحوا يعني من أول العصافير لحد الأطفال هناك، مفيش حاجة نجت من إيديهم. هتقولي لأ استوب بقى، كده مجموعة المرتزقة دي شريرة، صح؟ القرية هي دي الطيبة، فكده مملكة الجنوب ضد مملكة الشمال. لا استني، في حاجة غلط. طب مش هو المفروض مملكة الجنوب دي تقتل المرتزقة؟ بس ليه دخلت ضد مملكة الشمال ومملكة الشمال دخلت ضدها؟ طب كده ما هو برضه مين الطيب ومين الشرير؟ طب ما دول بيحاولوا ياخدوا حقهم ودول بيحاولوا يدافعوا عن أرضهم، وفي الآخر الشرير أصلا المرتزقة. وبعدين بقى مملكة الشمال ولا مملكة الجنوب الأشرار؟ لسه مش عارفين. دخلنا في الرواية شوية كمان، قمت قلت لك لا خد بالك انت كده عشان بتبص من بره، ولكن الحقيقة هي ان مملكة الجنوب الامير بتاعها المفروض دلوقتي ان هو اللي هيكون وارث العرش. المشكله ان الامير ده هو الامير الثالث اصلا مش الامير الاولاني، بس قدر بقى بدسائس ومكائد القصر وهو اصلا واحد ابن الذين عرف بقى يبقى هو الوريث. المشكله ان الراجل ده رايح 60 داهيه، فجاء في مره من المرات اخد فلوس الخزنه الملكيه وضيعها على ايه؟ خمر ونساء. ولو اتكشف الحقيقه دي مش هياخد الورث وهيتنقل يا الأخ الأول يا الأخ التاني. طيب يغطي على المصيبة بتاعته ازاي؟ جات له معلومات إن في مملكة الشمال قرب الحدود في منجم دهب، لو هو قدر ياخد المنجم ده هيعرف يعوض الفلوس اللي هي راحت، لا وهياخد فلوس زيادة كمان وهيبان إن هو بطل. طيب عشان يكسب اللعبة دي قالك بقولك ايه، احنا هناخد شوية مرتزقة من مملكة الشمال، هندفع لهم فلوس وهنقول لهم يقتلوا القرية البريئة دي. ليه؟ هو كده مملكة الشمال عايزة تأذينا لأن احنا كأعداء، فمش حاجة غريبة ان هم يجوا يقتلوا الناس من عندنا. فبعدها نقوم احنا نقول ازاي يقتلوا الناس دي ونخش بالجيش بتاعنا حرب. أهم حاجة بالنسبة لي فيه ان انا اخد المنجم ده، ادخل لحد جوه عند مملكة الشمال عشان اقدر اخد المنجم واعوض الفلوس. استنى بقى، لو جيت في اللحظة دي وسألتك مين البطل ومين الشرير هتقولي ايه؟ اكيد اكيد امير مملكة الجنوب، صح ولا صح؟ هتقولي طبيعي، ما اصل هو الراجل عمل كل ده عشان ياخد فلوس مش بيدافع عن ارضه. طيب ريكاب سريع بقى، لو القارئ بتاعك مش عارف يميز ما بين البطل والشرير لازم هتدي تفاصيل اكتر وتخلي زي ما بليك سنايدر بيقول heroes save cats villains kick puppies. يعني الهيرو او البطل بتاعك بينقذ حد، بيعمل حاجة كويسة. شبه هنا بقى أمير الشمال كان بيعمل إيه؟ هو حرفيا بيدافع عن أرضه، بس هو بيحاول ينقذ شعبه مملكة الجنوب، فعشان كده دخل الحرب. وفيلنس كيك بابيز، أمير الجنوب عمل إيه؟ هو دخل حرفيا من بعيد تبان إن هو المملكة دي ضد المملكة دي كل واحد بيدافع عن أرضه، صح؟ لكن هو قتل حرفيا قرية كاملة
موجودة عنده في المملكة لمجرد ان هو ياخد الفلوس. لا، هنا فعلا الامير بتاع الجنوب هو الشرير. اتمنى تكون الفكرة وضحت. ولو ليكوا في الفانتازيا فحابة اقول لكم ان روايتي اثير ولهيب التنانين الاتنين هيكونوا موجودين في المعرض. ده غير ان لهيب التنانين عليها خصم 50%، وان شاء الله انا نفسي هكون موجودة في المعرض يوم 23 من بعد الصلاة. متحمسة جدا ان اشوفكم جميعا. لو ليكوا في الكتابة والستوري تيلينج ما تنسوش تعملوا لي فولو.